صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشاهد الفيديو. النهاردة احنا جايين بعد تاني معاينة للعمارة. طيب اول معاينة كانت تمت معانا تمام، كانت تمت على الايه، على اللي هي الليفلات. واخد بال حضرتك الاسانسير بيبقى واقف ليفل، الدوائر الامان كلها شغالة في قلب الاسانسير. واخد بالك سواء زرار ستوب اهو تمام شغال، اول ما ادوس عليه يكتب لك ايه، يكتب لك 32. واخد بال حضرتك. طيب سواء زراير تمام، في بعض الزراير هي اي نعم متشمن عليها البصمه واخد بال حضرتك بس شغاله، ما اقدرش اللي انا ايه اللي انا اعيب فيها تمام. لكن زرار لما ادوس عليه من جهه مثلا واخد بال حضرتك من جهه ويعلق، انت عندك 4 جهات ويدوس عليها من جهه ويعلق، ده بيتم ايه، بيتم تغييره واخد بال حضرتك. طيب وجهاز اللي هو الايه، والجهاز بتاع الستار تيك اللي هو 3 ليد واخد بال حضرتك، الجهاز الاكسس معانا برضو شغال ما فيهوش مشكله تمام. وبنراجع برضو على الحته اللي هي بتاعت ايه، تسجيل الطلبات من جوه من ايه، من بره. يعني انا دلوقتي دايس على الزرار اهوت منور، ما ينورش معايا جوه واخد بال حضرتك، عشان خاطر بعض الايه، بعض الناس اللي هي بتعمل كده. طيب يومنا بقى بيبتدي ازاي بقى باذنك يا رب بقى، عشان خاطر في بعض المتابعين تمام وفي بعض الفنيين بيقولوا لي احنا دايما لما بنلاقي باب بيعلق واخد بال حضرتك بنلغي المرحله اللي هي الثانيه. طيب ليه حضرتك بقى بتلغي المرحله الثانيه دي؟ طب ولو هي مش مهمه، عشان بيقول لي لا عادي مش مهمه، يعني هي ولا ضرر للعميل ولا ضرر ليا، ده هي بالعكس ده هي ليا انا، امان ليا انا. اقول له لا يا حبيبي مش امان ليك انت، تعالى بقى افهمك ايه هي وظيفة التكة التانية دي. طيب وظيفة التكة التانية ديت معانا هنعمل ايه؟ هنعمل دلوقتي هنعمل شوكة زي ما انتوا شايفين كده. طيب هنعمل ايه، هنسجل الاسانسير مثلا 9 واخد بال حضرتك. طبعا الاسانسير لسه عايز يتعمل له صيانة. طيب ادي الاسانسير نزل معانا، بصوا طبعا شايفين حالته سيئة جدا زي ما انتوا شايفين اهو، بهدلة وحاجة قرف فوق ظهر الكابينة معرفش زي ما انتوا شايفين كده تمام. طيب ادي المرحلة التانية، المرحلة التانية اللي انا وريتها لحضرتك ديت. طب المرحلة التانية ديت بقى معايا وظيفتها حضرتك عشان خاطر الشوكة اللي انا بحطها دي، الشوكة اللي انا بحطها هنا تمام، ما لها الا ري، لها دايره فوق واخد بال حضرتك. طب الدايره اللي عندي اللي فوق ديت لو سخنت، لو اللاري ده علق، لو اللاري علق اللي هي بتاع الشوكه تمام، اللي هيحمل الاسانسير من التشغيل تمام والباب مفتوح. يعني انا دلوقتي عشان بس الكل يفهمني، انا دلوقتي فاتح الباب زي ما انتوا كده، هنعتبر الاسانسير واقف على الدور اهو، هنسجله عشان الكل ايه يعرف الطريقه ديت عامله ازاي اهو تمام. ادي الاسانسير طالع زي ما انتوا شايفين، حالته سيئه اهوت من على ظهر الكابينه عايز تنظيف. طيب ادي اهو ادي كده الاسانسير طالع. طيب دلوقتي حضرتك انا دلوقتي فاتح الباب وحد مسجل مثلا الاسانسير هنقول سجله مثلا 9 واخد بال حضرتك. ففي الطبيعي اللي هو مش هيتحرك، يعني انا اهو سجلناه مثلا ايه 9 اهو، في الطبيعي اللي هو مش هيتحرك تمام، معاك حق مش هيتحرك ما الباب مفتوح. طيب ما الباب مفتوح دوت، ما هو ممكن الجزء بتاعه اللي فوق اللي هي الدايره اللي هي بتخليه بتقول له ايه، بتقول للكارت انا كده الباب عندي مفتوح او مقفول، ممكن الجزء دوت عندي يسخن واخد بال حضرتك. هو قبلتين ممكن اللي هو يسخن يلزق في بعضه، خلاص وصل الدايره. طيب لو وصل الدايره ديت تمام، ما هو ممكن كده الاسانسير هيمشي بالفعل تمام، لا عندي بقى ما يمشيش. ما هو الخواجه برضو اللي عمل الكالون دوت حضرتك يعني عمل لك سيفتي تمام، اللي هو ما يعني مش 1% ولا 90%، لا عمل لك يعني ايه باذن الله، عمل لك سيفتي 100% اللي انت ايه، اللي انت تبقى امن داخل الاسانسير تمام او خارج الاسانسير. يعني سواء وانت فاتح الباب ولسه بتدخل مثلا شنط، لسه بتدخل اطفال، لسه انت حضرتك بتخش تمام،
زي ما شفت فيديو بعض المتابعين بعتهولي، تمام، بس مش هنا، مش مصر يعني. الفيديو دوت كان في المستشفى، والناس جايه بتدخل واحد على الترول كده، تمام، اعزكم الله، فبيدخلوه على الترول، فالايه الاسانسير اتحرك والباب مفتوح معانا. طيب ايه بقى سبب اللي هو الاسانسير اتحرك والباب مفتوح؟ اللي انا بقول لحضرتك عليه، اللي هو اللاريه، تمام، اللاريه اللي هو بيوصل للدايره دي، واخد بال حضرتك، ال 60 فولت بتاعتها، وبيوصل للكالون دوت اللي هو ال 60 فولت. انا عندي فوق في الكنترول عامه على حسب ما بتعمل انت الكنترول، بس هو في الغالب بيبقى ثلاث لاريهات، تمام، اللي هو اللاريه بيتسمى لاريه الشوكه، لاريه الكالون، لاريه بتاع الستوب، واخد بال حضرتك كده. الثلاث لاريهات بتوعي دول. طيب الثلاث لاريهات دول وظيفتهم اللي اللاريه مجرد ما الابلاتينه بتكون فاتحه، واخد بال حضرتك، بيبقى الباب دوت بيبقى مفتوح، واخد بالك. طيب مجرد اللي الابلاتينه بتكون لادعه، تمام، بيبقى الباب مقفول. طب اللاريه دوت طبعا معايا بيسخن لانها دايره كهربائيه، تمام. وفي الشتاء او في الصيف بالذات اللي هو اللاريه الصيني، اللاريه الصيني ممكن بيسخن في اي لحظه زي ما انتوا عارفين، ماشي. طيب لو سخن معايا الابلاتين لدعت، اصبح كده اللي هو هيقول لي الدايره دي، تمام، وهيسمع في الكارته فوق اللي الدايره ديت ما ايه مقفوله والباب معايا مفتوح، واخد بال حضرتك. طب ايه بقى اللي هيحميني؟ اللي هي المرحله اللي هي الثانيه، اللي هي زي كده بالظبط. معلش انا ايه طولت عليكم في الفيديو، بس ايه عشان الكل يفهم الطريقه، تمام. يعني انا دلوقتي جيت سجلت اهو 9، تمام. جيت هعمل كده اكن اللاريه دلوقتي معايا فوق علق، تمام. جيت اعمل كده اهو، كده عمل معايا ايه؟ البنز طلع بس ما طلعش بالكامل، والاسانسير ما رضيش ينزل اهو، مديني سهم اهو. بعد كده اللاسين دخل ايه؟ دخل لجوه. فاصبح التكه الثانيه ديت مهمه معايا بالنسبه لايه؟ لو 1% خطوره من جايه من اللاريه، تمام، التكه الثانيه ديت هتحميني. لو 1%، واخد بال حضرتك. طب انا مش عايز انا يبقى عندي حتى سالب 1% يا عم، انا مش عايز سالب يعني حتى ما يذكرش اهو. طيب التكه الثانيه ديت يا ريت اللي احنا ما نلغيهاش، عشان خاطر معانا لو اللاريه سخن، تمام، والابلاتين علقت، التكه الثانيه ديت تحمي الشخص وهو داخل الكابينه، ما تخليش الاسانسير يتحرك. لو التكه الثانيه ديت مش متواجده والابلاتين سخن، تمام، والاسانسير حد اداله اوردر وانت فاتح الباب، تمام، الاسانسير ايه؟ هيبدا اللي هو يتحرك. يبقى انت كده ما عندكش اي سيفتي. السيفتي بتاع الباب هما متكون معايا من 3 مراحل. 3 مراحل اللي هي الشوكه، اللي هو الكالون، واخد بال حضرتك، اللي هو البنز ده لما بيخش معايا في الفتحه دي، تمام، واللي هي الايه؟ واللي هي التكه الثانيه، تمام. هو ده دايره الايه؟ دي دايره الكالون. ده السيفتي بتاع الايه؟ بتاع الباب عامه. ده اللي بيحافظ على ارواح الناس اثناء ما بيكون فاتحه الباب. ماشي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعمونا في القناه، واي كومنت او اي حاجه انا تحت امركم. انتوا كلكم برد على التعليقات بتاعتكم، ما بقصرش مع اي حد. مع الف سلامه.